دقيقة قبل لا نبدأ المقطع حطوا لايك واشتركوا معانا، ولا تنسوا تضغطوا على زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبسم الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وآله أجمعين. صلوا عليه. مساكم الله بالخير. اليوم إن شاء الله عندي طبق من أطباق العيد الحجازية المشهورة، وهذا ما نسويه إلا ليلة العيد، لما يقولوا جاء العيد نقوم نطبخه. بس اليوم عشانكم حنزل الطريقة لأنه جاتني طلبات كتير عليها، وطبعا إن شاء الله حتلاقوا المقادير موجودة في صندوق الوصف. نقول بسم الله ونبدأ. بسم الله. احط الزيت واحط البصل. طبعا البصل هنا لازم استخدم البصل الابيض، ما ينفع البصل الاحمر لانه يغمق الطبخه وحيعدم لي المنزله. فاقلب البصل لغايه ما يشقر بسيط وبعدين نكمل الطبخه. شايفين كيف البصل عندي ما حمرته، بس اللهم انه بس المويه حقته راحت منه. دحين احط اللحمه عليه وحقلب لغايه اللحمه ما يروح لونها الوردي واحمصها مع البصل. اذكروا الله وصلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. شايفين كيف اللحمه تغير لونها وطبعا خرجت المويه حقتها. دحين هحط البهارات واقلبها معاها 5 دقائق، وبعدين ان شاء الله احط عليها المويه الحاره ونشوف كيف نكمل. ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين كيف؟ دحين هحط عليها المويه الحاره. بسم الله الرحمن الرحيم. بس اغطيها وهخليها طبعا على النار تاخد اللحمه يمكن ساعه ساعه ونص لغايه ما تستوي. طبعا اللحمه زي ما انتم شايفين عندي خلاص بتفور. هغطيها واتركها لغايه ما تصير اللحمه لينه ان شاء الله. اذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. طبعا المنزله محتاجه اللي هي اساسيه الطبخه الطحينه، فالطحينه عندي هنا موجوده وحطيت مقدارها. هحط عليها نفس البهارات اللي حطيتها في المنزله، شويه فلفل اسود وكمون، وعندي خل اسود ملعقه كبيره، اللي يحب يبدله بخل ابيض عادي ما في مشكله. وهحط المويه بالتدريج عشان احل الطحينه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. الطحينه عندي جاهزه، هذا هو سمكها اللي ان شاء الله هحطه على اللحمه. ما شاء الله تبارك الله. شايفين كيف اللحمه مره مستويه ولينه وكمان متسبكه. دحين هحط الطحينه انزلها عليها واسيبها 10 دقائق يتسبكوا مع بعض، ونشوف كيف ان شاء الله شكلها النهائي. ما شاء الله لا قوة الا بالله. لا تنسوا ذكر الله والصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. هذه المنزلة الحجازية طريقتنا، ان شاء الله تكون طريقتها بسيطة وعجبتكم. ممكن تختلف من عيلة لعيلة، بس هذه الطريقة الاصلية اللي احنا تعلمناها. لا تنسوا حبايبي تحطوا لايكات، ابغى اشوف لايكاتكم الحلوة. ولا تنسوا كمان تنشروا حسابي واذكروني بدعوة. وعيدكم مبارك، عساكم من عواد، وكل عام وانتم بخير.